أفضل منتخب في الجولة الثانية من كأس العالم هو المنتخب المغربي. هذا المنتخب للأمانة رفع راسنا احنا كعرب ومسلمين في المونديال. تخيل انه قدر يجاري المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا وصاحب المركز الثالث في المونديال الماضي، وفاز عليه أداء ونتيجة. وإن شاء الله هذا المنتخب يرفع راسنا ويوصل لمراكز متقدمة بكأس العالم. أما أسوأ فريق في الجولة للأسف هو المنتخب القطري. المنتخب القطري خسر للمرة الثانية على التوالي وما قدر يطور من اللعبة إلا نسبة 10%، وبالتالي خرج من المونديال. ونقول هارد لك للمنتخب القطري، ويكفيهم هذا الإنجاز الكبير وهو استضافة كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وفي بلد عربي وبهاي الإمكانيات الضخمة. وأفضل مباراة هي مباراة المنتخب الكاميروني أمام المنتخب الصربي اللي انتهت 3-3. هاي المباراة شهدت تحولات كثيرة، صارت بها ريمونتادا مرتين، مرة سواها المنتخب الصربي وبالنهاية المنتخب الكاميروني. أما أسوأ مباراة فهي مباراة إنجلترا وأمريكا، انتهت 0-0، ما بها لا متعة ولا أداء، حتى الهجمات كانت كلش قليلة. وأفضل لاعب في الجولة هو ليونيل ميسي. ليونيل ميسي سجل هدف وصنع هدف وقاد فريقه بالفوز والحصول على النقاط الثلاث. وأسوأ لاعب بهاي الجولة هو السعودي عبد الإله المالكي. هذا اللاعب جاب العيد رسميا، فريقه كان محتاج هدف ويعادل النتيجة ويرجع للمباراة، اجى هو وسوى خطأ سخيف في منطقة الجزاء وليفاندوفسكي سجل هدف. أنا أشوف أنه هو أسوأ لاعب بهاي الجولة. وأخيرا أجمل هدف بهاي الجولة، أجمل هدف هو هدف الأرجنتيني إنزو فرنانديز اللي جابه على المنتخب المكسيكي. بصراحة هذا الهدف جميل جدا وذكرني بأهداف آريان روبن اللي هي يسمونها أهداف الR2. هاي كانت اختياراتي، انتو شو تشوفون؟ اكتبوا لي بالتعليقات اختياراتكم الخاصة، وشاركوا هذا المقطع بين أصدقائكم، ودعموني باللايك والمتابعة حتى إن شاء الله نسوي لكم هاي الحلقات بشكل مستمر.